السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال. هنعمل مع بعض النهارده كفته الحياتي اللي مش ممكن تبوظ منك ابدا ولا تفك ولا يعني زي ما انت بتشميها كده بره في المحلات وانت ماشيه. فعلا كفته الحياتي طعمها تحفه جدا، كفايه الريحه كمان وحلوه قوي زي ما انتم شايفين، شكلها تحفه بجد. هنعمل كمان طبق بابا غنوج، هنعمله من اول ما بنشوي البتنجان ازاي، الطريقه طبعا للبنوتات الجميله اللي لسه ما بتعرفش تدخل المطبخ. اتفرجي معايا وتابعي الفيديو كده. شايفين الكفته شكلها عامل ازاي، مفرغه كده من جوه وجوسي وكمان طريه قوي وهشه، وبجد طعمها تحفه بجد. تابعي نفس الخطوات ونفس المقادير زي ما انا هعمل بالظبط، هتطلعي معاكي احلى كفته، احلى كمان بتاعه الحياتي. وكمان طبق بابا غنوج تحفه جدا وطعمه جميل. يلا بينا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. استني خليكي معايا. لو لسه ما عملتيش لايك للفيديو روحي اعملي لايك كده، جميل منك زي كده، وكومنت حلو علشان تتفاعلي مع الفيديو كده وتشجعيني عشان استمر. تمام كده، هنصلي على سيدنا محمد ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بصي بقى يا بنوته انت وهي جميله كده، معايا هنا كيلو لحمه من مفرومه، ومعايا معلقتين دقيق، ومعايا معلقه صغيره بيكنج باودر، ومعايا رشه طبعا فلفل اسود، نص معلقه او ربع معلقه زي ما انت عايزه، ومعايا كده معلقتين او ربع كوبايه من مفرومه من البقدونس الورق بس. تمام كده، وطبعا الملح بتاعي، وكمان خدت معايا كيس من بهارات اللي هي الكفته. تمام كده، هحطهم على اللحمه بتاعتي. وعندي بقى بصلتين يعني كبار كده او متوسطين مش كتير، انا خدت 3 بصلات متوسطين وفرمتهم او تبشريهم بالمبشره. تمام، وتاخدي تصفيهم كويس جدا من الميه بتاعتهم، وتاخديهم بقى على اللحمه، وتبتدي تعملي بقى عمليه ايه، يعني كل القوة اللي جواكي تقعدي تفرمي اللحمه دي كويس جدا بالبصل والبهارات اللي فيها، عايزه كده ضرب مبرح. طبعا انا لما بجيبها من عند الجزار بقول له عايزه تفرمها لي وشين عشان للكفته، وبعد كده برضو يا اما اعملها في الكبه، افرمها تاني في الكبه تاني وش تاني، او ادعكها كويس جدا لغايه ما تختفي معايا اللحمه المفرومه وتبقى زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده كانها عجينه. تمام كده، شايفين شكلها عامل ازاي، وبتدي تكتب معايا كده لما امسكها تدي معايا مطه كده شويه، يبقى كله تجانس مع بعضه. دي اهم خطوه في الكفته اللي تديكي الكفته ناجحه. عندك بقى السيخ بتاعت الكفته، عندك خله شيش طاووق او عندك اي حاجه رفيعه كده تعملي بيها. انا عندي الاداه اللي انا ماسكاها دي بتاعت الكفته، بس كانت اتكسرت شويه مني حتى منها، فانا بستعملها برضو للكفته. بعمل على قد بقى الصباع اللي انا عايزاه، كل ما طبعا الكفته معاكي او اللحمه بتكش معانا، فبكبر الصباع شويه علشان لما يكش معايا ما يصغرش معايا ويبقى صباع كده حلو يعني وكويس. ببتدي بقى اخد من ميه البصل وببل ايديا، وابتدي اصبع بقى الكفته بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه، واضغط عليها كده نفس الشكل اللي بيعمله كده بتاع الحياتي، وبل ايديا. وطبعا مش برمي الميه دي، وببهرها بنفس البهارات، ملح وفلفل. تمام، جبت شويه ميه كده سخنه حطيتها في الصينيه. طبعا انا بقى بقلد بقى الصينيه بتاعت المشويات. تمام، وحطيت الحامل اللي هو الشبكه ده، حطيت عليهم الكفته. انا هنا طبعا هدي كده 5 دقايق و10 دقايق في الفرن، 5 دقايق لغايه ما تتشمع معايا كده الكفته، واغطيها بورق فويل كويس جدا وسيبها تستوي. تمام كده، انا هنا بقى شويت 2 من البتنجان الرومي على البوتاجاز، وجبت ميه متلجه، وابتدي بقى انزل اشيل القشره بتاعته، بتتشال بكل سهوله معاكي في الميه الساقعه. تمام، بعمل الاتنين بنفس الطريقه، هغير طبعا الميه علشان اعرف اشيل القشر. بجيب بقى اللي هو لو في اي بذور كده في البتنجان بشيلها عشان ما تدينيش مراره وهتديني طعم وحش. بشيل كل البذور اللي انتوا شايفينها، انا خليت لكم كده واحده كده عشان اوريكم نفس الشكل اللي انا بشيل. طبعا الكلام ده للبنوتات الجميله اللي لسه مش عارفه تخش مطبخ تعمل حاجه. طبعا الستات الجميله عارفه كل حاجه وبتعمل حاجات احسن مني كمان.
انا كده خلصت البتنجان، قشرته كويس جدا وشلت البذور. جبت بقى الكبه بتاعتي او المفرمه، وابتدي بقى حطيت ملح وفلفل وكمون، وحطيت كمان خل وزيت زيتون، وبدات افرم كل ده. طبعا حاطه كمان توم، بس مش بكتر التوم، بس هو ما بانش في التصوير. مش عايزه تحطي ما تحطيش، على فكره بيبقى حلو جدا. عملته مره من غير توم، كانت بابا غنوج جميله جدا، لان في ناس ما بتحبش ريحه التوم. كده خلاص خلص معانا الطبق بابا غنوج. لو عايزاه سبايسي ممكن تحطي شطه، او ممكن تحطي قرن فلفل حامي تضربيه مع البتنجان. وبكده عملت كده فحره كده داير ما يدور، شكل كده تزيين للطبق بتاعي. شويه زيت زيتون في النص كده، وكده يبقى الطبق بتاعنا جاهز. شيله بقى احطه في التلاجة لغايه ما اخلص اشوف الكفته حصل فيها ايه في الفرن. كده الكفته بتاعتي انا شلت الورق الفويل، خلاص خلصت استوت معايا، وابتدي بقى ان هي تاخد لون كده من تحت الشوايه. الماء اللي انا قلت لكم عليها ما رميتهاش، ببتدي كده ايه حطيت نقطه زيت كده عليها، وابتدي بالفرشه احط المع كده الكفته بتاعتي. وادي الكفته خلصت. اجيب بقى اي طبق طبعا عندي او سيرفيس اللي هقدم فيه الكفته، وبرصها في الطبق بتاعي. وبكده الكفته بتاعتنا خلصت، ما خدتش وقت. ولو مشيتي على نفس الخطوات اللي انا عملتها هتطلع معاكي كفته ناجحه وجميله. تمام كده. يبقى كده عملنا مع بعض طبق بابا غنوج، وعملنا كفته الحاتي بكل خطواتها واسرارها. الاسرار بتاعتها نص معلقه صغيره بيكنج باودر اللي تديها فراغ كده وهشاشه، وكمان العجن المبرح اللي انت بتعجنيه فيها اللي بتخليها كلها اللحمه قطعه اللحمه متجانسه كلها مع بعضيها، وبتدي شد بتديني كده زي مطه كده. دي اهم حاجه في خطوات الكفته. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله.